معا يا إخوة الدرب بكل الود والحب نحث الخطوة في عزم ونبحر في المدى الرحب نلامس قمة الإبداع نسكن هامة السحب ونقرأ ما يغذي الروح مما جاء في الكتب. معا يا إخوة الدرب بكل الود والحب نحث الخطوة في عزم ونبحر في المدى الرحب نلامس قمة الإبداع نسكن هامة السحب. رمضانكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الحلقه الرابعه في حصه من الفائز اللي راح تجيكم في صفحه ناس حي الموشي ولايه خنشله عبر الفيسبوك. اليوم في الحلقه الرابعه سؤالنا اليوم: ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ تبعوا معنا نشوفوا اجوبه. شيخ الزين، معك حصه من الفائز اللي راح تجي عبر صفحه ناس حي الموشي في الفيسبوك. هذه الحصه عباره عن اسئله دينيه واسئله عامه، وفي مقابل كل اجابه صحيحه راح تكون هديه رمزيه بعباره عن خاتم. سؤالنا لهذه الحلقه: ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو اللي يرسل إلى قوم، نعم، الرسول مبعوث للقوم، والنبي مبعوث للأمة جماعة. كما محمد صلى الله عليه وسلم أرسلناك نبيا ورسولا، كما محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول مبعوث الدنيا الكل، مبعوث الأمة كاملة. والرسول يختص جماعة معينة، مثلا قوم من أي مكان مثلا باتهم رسول. يعني وعد الأنبياء يعني عد كبير جدا، يعني وعد الرسول اللي هو بالله في سورة القصص 25 رسول. يعني كرم ربي سبحانه ذكر 25 رسول، وحتى الآخر الآية اللي تقول وكلم الله موسى تكليما ورسل قصصناهم عليك من قبل ورسل من تسليما غضيفا وكلم الله موسى تكليما. يعني كان الرسل قصصهم عليهم الله سبحانه وتعالى ورسل جميع كيف ثاني الرسل ولد عزم الرسل موسى الرسل بتكون ثاني وين حتى الرسل ده ولد عزم عيسى ومحمد وعليه الصلاة والسلام، عيسى وإبراهيم ونوح، هذو أولي العزم من الرسل. الشيخ، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي مبعوث في منطقة معينة، أما الرسول هو يعني مبعوث يعني عد الأنبياء هو أكبر من عد الرسل، وليس شرط أن كل نبي يكون رسول، أما الرسول فهو نبي. والعكس، يعني الأنبياء ممكن يكون نبي ورسول، ممكن يكون نبي فقط ما يكونش رسول. والنبي قلنا مبعوث للأمة والرسول مبعوث للناس كلها. كل رسول تقريبا عنده شريعة كموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، فهذه يجيب شريعة. وأما الأنبياء فهم مكملين الشرائع هذا. يعني في كل عصر الرسول ونلقاو معاه انبياء رسول، حتى يجي النبي الرسول راح تاخذ معاه. صح، الحمد لله هذا صحيح. قولوا ما شاء الله ما شاء الله عن نجاح ومن وصل له، باركوا وزيدوا التهاني لعيدنا هاليوم طله. قولوا ما شاء الله ما شاء الله عن نجاح ومن وصل له، باركوا وزيدوا التهاني عيدنا هاليوم طله. يا معلمتي الحبيبة يا ضياء عقلي وطيبة، يلي علمتيني انجز وابتكر الاشياء الصعيبة، ويا صديقاتي وصافي حبكم يكبر عواصفي، كم ضحكنا وكم بكينا كفكم ماسك بكفي. قولوا ما شاء الله ما شاء الله عن نجاح شهرهم كريم إن شاء الله، وربي يقبل عليهم، ونوصيهم نفسي بالطاعات وإن شاء الله وربي يقبل علينا كلها، وربي يفوت لنا برخاء ورحمة وغفران والعناية. وما ننساوش الناس الناس اللي فارقونا، اللي فوتوا معنا رمضان اللي فات، ربي يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. وما ننساوش خوتنا في غزة العزة في فلسطين، ربي يقويهم وربي ينصرهم وربي يبارك فيكم انتم. امين. بارك الله فيك. ربي ينور.